صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انت بتشوفني فيه. كنت عايز اتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا. مبدئيا قبل ما احكي اي حاجه، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واول حاجه عايز اقولها، انا مش شيخ ولا اي حاجه، وانا زيك مقصر جامد مع ربنا ومش قريب من ربنا، بس يمكن بدات افوق شويه. فتعالى بقى نتكلم في الموضوع اللي انا جاي لك فيه النهارده. مبدئيا بعد الشر يعني، اليوم اللي انت هتموت فيه مش هيكون يوم مميز خالص. هتصحى الصبح عادي جدا زي اي يوم بتصحى فيه، تاكل وتشرب وتلعب وتشتغل وتهزر وكل حاجة، وفجأة هتموت. هل حصل اي حاجة، اي تغيير؟ لا. اليوم بيكمل عادي جدا بعد ما بيدفنوك. وكل اللي بيبقى وراه حاجة بيروح عشان يعملها، واللي بينام عشان يصحى الصبح ياكل ويشرب ويروح الشغل ويهزر ويخرج ويكمل يوم عادي. فما فيش تغيير كبير هيحصل ولا صغير حتى بعدم وجودك، اذا كان في العالم او في البلد او حتى في الاسره بتاعتك. طب اقول لك على حاجه، حتى البقال اللي تحت بيتكو هيفتح عادي جدا تاني يوم، بغض النظر عن العزا ده، لو كان في عزا اصلا كل حاجه هتستمر عادي جدا، اصل مش مهم. ما هو الحي يبقى من الميت. وعلى فكره ده مش قله وفاء خالص، بس هي الفكره ان كله بيدور على انه عايز ياكل ويشرب وينام ويصحى ويهزر ويخرج، واحتياجاته الطبيعيه لازم بيدور عليها. انت بس اللي حياتك هتتغير تغيير جذري. فانا عايز اقولك ان محدش هيسند معاك اليوم ده، وعايز اقولك تاني ان الشيلة هتكون شيلتك لوحدك. فلو سمحت فوق من الغفلة اللي انت فيها، وبعد اذنك اشتغل ليوم موتك. زي ما قلت لك في الاول، انا مش شيخ ولا حاجة، بس احنا كلنا هنتحاسب. كلنا بنبقى دلوقتي عايزين ان احنا ندور على الفلوس، هيبقى معانا فلوس نخرج نجيب اكل شرب لبس، نفرح نتبسط نروح حفلات، عايزين رفاهية، عايزين كل حاجة. احنا عاملين حساب لكل الحاجات دي وبندور عليها، وما دورناش على يوم الحساب. ما عملنالهوش حساب اصلا. الحاجات دي كلها مش هتنفعنا في الاخر. انا بنزل اشتري هدوم على فكره، وبخرج وبلبس برضه وبعمل كل الحاجات دي، بس انا فقت شويه، بدات اصلي، بدات اقرب من ربنا. عايز اقول لك ان انا جت عليا فتره كنت ببقى مخنوق جدا وتعبان جدا. طبعا انت سمعت الكلام ده كتير، بس انا فعلا لما صليت بقيت بنام مرتاح. بحس ان انا كان عليا هم واتشال. عارف لما بيكون عندك امتحان تبقى مرعوب، ومجرد ما بتخلص الامتحان بتحس ان همه اتشال من عليك، وبمجرد ما تخلص كل الامتحانات وخلاص انت خلصت امتحاناتك وخدت الاجازه، بتحس ان انت مرتاح جدا. اهو ده فعلا اللي انا بحسه لما باجي انام كل يوم. لسه مصلي العشاء من شويه، فحاسس ان انا انجزت انجاز النهارده، فانا هنام مرتاح. فيا صديقي، انا وانت مقصرين جامد، مقصرين جامد مع ربنا، مع ربنا اللي كلنا وقت ما بنحتاج له ما بيقولناش لا. احنا بس اللي مستعجلين على كل حاجه. كل حاجه احنا بندور عليها دلوقتي على فكره ربنا هو اللي خالقها. فتخيل بقى ان احنا مقصرين مع اللي خالقنا وخالق كل حاجه احنا بندور عليها، ويوم ما بنحتاج له ما بيقولناش لا على حاجه. فلازم نفوق لنفسنا، ولازم نقرب من ربنا. مش عشان بقى طلبات احنا طالبينها والكلام ده، لا، عشان يوم ما يجي نقف قدام ربنا ونيجي نتحاسب ما تبقاش خايف تقابل ربنا، عشان انت عارف ان انت ما قصرتش معاه. لازم تبقى عامل حسابك ومستعد لليوم اللي هتروح فيه تبقى نايم لوحدك في متر في متر، وانت مش هتقوم تتعامل مع بشر تاني. خلاص بقى انت بعد كده هتقابل ربنا. فاستغفر ربنا وسيب اللي في ايدك دلوقتي، وقوم صلي، وحاول تقرب من ربنا، لان انت مقصر وانا مقصر. بس كده. واهم حاجة صلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام.